انا مش عارف المدريدي ليش زعلان من هاي اللقطه تاعت ليفاندوفسكي ولامين يامال. هون انت لازم تنبسط وتعرف وتتاكد قديش ريال مدريد بيضغط، مش بس جمهور برشلونه، حتى لاعبين برشلونه. ريال مدريد عامل مرض اسمه حرقان، ريال مدريد عامل مرض اسمه نفسي اكون مثله، مش عند الكل بس عند برشلونه وجمهوره، من لاعبين لرئيس نادي لكل شيء. هم الوحيدين في العالم اللي عندهم ضغط لما بيسمعوا اسم ريال مدريد، بيختلفوا عن كل جماهير العالم. يعني انا بتحدى لو ريال مدريد لاعب مع اي نادي في العالم شو ما كان اسم هذا النادي، مستحيل يطلع لاعب بيفهم او عنده عقل يعمل هيك حركه مع طفل عمره 10 سنين. الا البرشلوني بيطلع منه لسه اطقع من هيك. عادي لا تستغربوا، يعني المفروض تكونوا تعودتوا. مش عارفين قديش ريال مدريد بيضغط هذا النادي؟ اسطوره النادي ليونيل ميسي ما عملش هاي الحركه ولا بيعملها، لانه هو عقله وتفكيره اكبر من هيك، ما عنده تخلف عقلي مثل هدول الاثنين عشان يعمل هيك حركه. هذا اذا بدل على كميه الحرقان من نادي ريال مدريد لنادي برشلونه ولاعبينه وجمهوره كمان. يا اخي وبتلوموني بحب ريال مدريد وليش انا بحب هذا النادي وبعشقه، لما تكون بتحرق خصمك المباشر بالاخص حرقان ما بيعلم فيه الا الله، هون انت ارفع راسك. واذا بدك تتاكد من كلامي شوف التعليقات هسه على الفيديو، شوف كميه الحرقان واصل من عمان لكتالونيا. يا رب ريال مدريد يرجع الريال اللي احنا بنعرفه، مش لإشي ولا عشان البطولات قرفناها اصلا. ولو قعدنا 100 سنه ما ناخذش بطولات وانتم كل يوم تجيبوا بطوله ما بتصيروا ريال مدريد ولا بتوصلوا ريال مدريد. بس انا حابب نرجع بس عشان نضغطكم بزياده. وبالنهايه وكالعاده هلا مدريد.